عمرك سألت نفسك ازاي شركتين بحجم سامسونج وابل فضلوا في حرب مفتوحة لمدة 15 سنة؟ في 2007 ابل اعلنت عن اول ايفون، العالم اتجنن، شاشات لمس بقى وتصميم مختلف. سامسونج وقتها خافت. هي ما كانتش خايفة من فكرة ان موبايل جديد ونزل، هي اصلا بتصنع شاشات وبطاريات ورقائق لنص الشركات الكبيرة اللي موجودة في السوق. لكن اللي خوف سامسونج بجد ان الايفون كان بداية نوع جديد تماما من الاجهزة. لو النوع ده قدر ينجح، الشركات هتجري وراه، وسامسونج هتفقد السيطرة اللي ماسكاها في الصناعة كمورد رئيسي. عشان كده قررت تدخل اللعبة بنفسها، وبسرعه جدا نزل اول جالاكسي، ومن هنا بدات الحرب. ابل اتهمت سامسونج انها بتقلدها، والنتيجه كانت اكبر معركه قضائيه في تاريخ التكنولوجيا، مليارات اتدفعت ومحاكم في كل قاره. بس المفاجاه ان الحرب دي ساعدت سامسونج اكتر ما هي اذتها، لان اثناء الضجه سامسونج فهمت انها مش محتاجه تقلد اصلا، هي محتاجه تعمل اللي ابل مش قادره تعمله: شاشات اكبر، بطاريات اقوى، موديلات كتير لمستخدمين مختلفين. ابل كانت مصممه على موبايل واحد مثالي، في نفس الوقت سامسونج قالت ليه واحد؟ نخليهم 10. وفجأة جالاكسي بدأ ياخد السوق اللي ابل اصلا مش واصله له. لكن الضربة القاضية ما كانتش في السوق، كانت في سلسلة التوريد. ابل بتبيع موبايلات، بس مين اللي بيصنع اهم قطعة في الايفون؟ سامسونج. اكبر منافس لابل هو نفسه اكبر مورد لابل. تخيل منافسك بياخد منك ارباح ضخمة وبينافسك بيها في نفس الوقت. لكن ابل برضو ما وقفتش، طورت كل شيء وبنت نظام مقفول يخلي العميل يعيش جوه عالم واحد: ايفون وايباد وماك وابل ووتش كلهم مربوطين ببعض. سامسونج كسبت حرب الهاردوير، وابل كسبت حرب التجربه. الدرس هنا انك ما تضيعش وقتك في مطارده منافسك، اكسبه بحاجه هو ما يعرفش يعملها. ايفن لو حاول يقلدك، وقتها انت هتكون اخدته لملعبك، بس ساعتها هتلاقي ان المنافسه كلها بتتحرك في الاتجاه اللي يخدمك انت، مش هو.